السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده مع بعض هنعمل مع بعض فطاير بالسكر حلوه جدا، سكر بودره. النهارده الاولاد كانوا عايزين ياكلوا حاجه مسكره، وانا الصراحه ما كنتش قادره اعمل اي حاجه، فقلت اعمل فطاير سريعه كده على السريع، مش متعبه واقتصاديه وسريعه وحلوه جدا. وان شاء الله باذن الله هتشوفوا معايا دلوقتي هنعمل فطاير بالسكر البودره، جميله وحلوه خالص وسريعه كمان. ويا ريت اللي مشتركش في القناه يشترك عشان يوصل له كل جديد. انا معايا هنا دول كان فول سوداني وطحنته مع معلقتين سكر وكم معلقه جوز هند كده باقيين من رمضان. انا حطيت كل المكونات دي كده على بعض. اي حشوه عندك مش لازم، يعني لو جوز هند بس مفيش مشكله، لو فول سوداني بس مفيش مشكله. انا طحنت الفول السوداني مع السكر ورحت حطيته على جوز الهند، وكان عندي لفه من الجلاش وطلعتها. دهنت كده اول طبقه من السمنه. انا كل فطيره هعملها بطبقتين من الجلاش، بورقتين من الجلاش يعني. هحط الورقه التانية، وادي هنا برضو قليل كده من السمن، مش كتير عشان ما تبقاش تقيله. تمام. وبعد كده بدهنها كويس كده. يا ريت لايك كده بقى حلو كده للقناه والفيديو. وبعد كده هنحط الحشو اللي احنا عاملينه من جوز الهند والفول السوداني والسكر المطحون مع الفول السوداني. اي حشو عندك، اي مكسرات موجوده. وبعد كده بطبقها زي المحفظه كده. بجد سهله جدا وسريعه وحلوه خالص وخفيفه. ممكن كمان بدل السكر ممكن نوتيلا تزينيها باي حاجه عندك. انا هنا خلصت الكميه، كانت عملت معايا حوالي 8 قطع لفات الجلاش، بس حلوه جدا وسريعه. انا عندي هنا جريلا حطيت فيها بس كده، مسحتها بس بالفرشه كده سمنه مش كتيره برضو. اول ما بتحمر على الجنب الاولاني بحط الجنب التاني كده، وبعد كده بيطلعوا معايا زي ما انت شايفه كده، ما بيكملوش 5 دقايق بالظبط كده. وبعد كده ببدا احط السكر بودره عليها، ولو عندك شوكولاته نوتيلا تبقى تحفه وجميله. عملتها معاكم قبل كده بشوكولاته نوتيلا. سكر بودرة خفيفة جدا. وممكن كمان تحط عليها لبن قليل كده من اللبن. بجد حلوة وخفيفة واقتصادية ومش متعبة، حلوة جدا. يا ريت تجربيها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.